بالروح بالدم نفديك يا فلسطين. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني. بالدم بالروح، الأقصى مش هيروح. اللهم انصر أهل فلسطين وأهل غزة وثبتهم واربط على قلوبهم وارحم الشهداء واشفي الجرحى يا رب العالمين، وانصرهم نصرا عزيزا يا أرحم الراحمين. يا جبار يا منتقم، انتقم للأطفال والنساء والرجال والشيوخ والشباب. اللهم انتقم يا منتقم يا جبار، إنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم آمين. اسمع اسمع الجمهور اسمع. امام نادي الرجاء المغربي اللي فاز فيه النادي الاهلي بضربات الترجيح. بداية المباراة، أول هدف اوفسايد للنادي الأهلي محمود كهربا. الحكم بيراجع الفار عشان يشوف هيحسب الهدف أو لا. الفار أكد إن الهدف اوفسايد. نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي. الأهلي عمل كل حاجة في الكورة، يعني شمال يمين، كهربا يضيع، بيرسيتاوي يضيع، الشحات يضيع، ديانج يضيع، كل لعيبه الاهلي ضيعوا ما يزيد عن 10 اهداف. هنسجل امتى ما نعرفش. الاهلي عمل كل حاجه الا تسجيل الاهداف. في هدف اتسجل محمود كهربا لكنه كان اوفسايد. في انتظار الشوط الثاني نشوف لعيبه الاهلي هتقدم لنا ايه وفكر مارسيل كولر، ويا رب اللي ضيع ما يستقبلش. بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه الشوط الثاني، صلينا المغرب برضه وجينا ولسه برضه الاهلي متعادل 0-0 وعمال بيضيع فرص. عملها كهربا يحرز الهدف الاول للاهلي. احيد الهدف اتلغى اوفسايد. في ايه يا جدعان؟ ايه يا كهربا؟ ايه يا حكم؟ بس اسست ايه من محمد هاني؟ ايه الاسست ده؟ هو اللي يضيع يستقبل. هدف لسيمبا، معروفه اللي يضيع يستقبل. ضيعتوا 70 هدف بهجمه عبيطه راحوا سجلوا فيكم جول. دي هتطلع بره الدوري الافريقي. 7000 فرصه لحسين الشحات وكهربا مضيع هدفين اوفسايد وبيرسيتاو وديانج. مين اللي هيسجل؟ 700 فرصه دي ما قدرتوش تجيبوا منها جول، وهم من فرصه عبيطه حطوا جول. جول في يعني في الدقيقه 70. المفروض بقى 20 دقيقه، المفروض بقى في ال 20 دقيقه دي يجيبوا هدفين ثلاثه. يعني كانوا هيجيبوا الهدف الثاني سيمبا الدقيقه 71 اهي، كانوا هيجيبوا الهدف الثاني وطلعت ركنيه. يعني كانوا هيجيبوا هدفين في 3 4 دقائق زي الماتش اللي كان عندهم هناك. واحنا لا حياه لمن تنادي. 700 فرصه من ضياعها في الهوا كده. اخيرا يا كهربا اخيرا يا جدع، هتجيبوا لنا الضغط والسكر يا جدعان. حلوه يا معلول، حلوه يا كهربا. ترجع النتيجه مره ثانيه في صالح معلول ملك الحلول، معلول ملك الحلول. ده احنا المفروض كنا نبقى فايزين يجي 5-0 دلوقتي، نتعادل بالعافيه يا جدعان. هي دي ميزه كهربا، انه مهما يضيع المهم ان هو مزعج، بيجي له وقت وبيسجل، بس مزعج. ده كانوا هيجيبوا جول تاني سيمبا في الدقيقه يعتبر 96. ايه اعصابنا يا جدعان؟ في ايه؟ طالع بتعمل ايه يا شناوي؟ انتوا اللي عملتوا ده كله في نفسكم، وانتوا اللي حطيتوا نفسكم في ده كله. صفر يا عم صفر يا راجل، ده انتوا خلاص خنقتوا امنا. تبقى مستحوذ 80% ويجي فيك جول يصعب عليك المباراه كلها ويصعب، تبقى يعني شبه بره البطوله. طب ورونا بقى هنعمل ايه بقى مع صن داونز؟ بقى صن داونز صاعده وش، هنشوف بقى هنعمل معاها ايه. النظام ده انتوا شايف انا الخمسات تلوح في الافق، شامم ريحه الخمسات انا بالاداء اللي انتوا بتعملوه ده، بالفرص اللي احنا بنضيعها دي. لازم يكون في حل لمشكله اهدار الفرص دي كلها. الفرص اللي بتضيع دي كلها حرام. يعني نضيع فرصه واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وعشره، وفجاه هوب بكوره عبيطه بيجي فينا جول واثنين. حصل في ماتش الذهاب جه فينا جولين في 7 دقايق. النهارده لاعبين واستحواذ 70% وبنضيع هجمات بالالاف، فجاه بكوره عبيطه جول وكان هيطلعنا من البطوله. لازم احنا نحط نفسنا في مواقف صعبة، منا نراجع نفسنا، نحسن من مشكلة تضييع الفرص دي. ما بنسجلش 1% من الفرص اللي احنا بنضيعها. والله الحمد لله رب العالمين، مباراة وعدت، ويا رب يكون اللي جاي مش خمسات خالص عشان انا شامم ريحتها.